معروف ان احنا شعب اكيل وروحه حلوه. ناس كتير بتشوف ان الدايت يعني الحرمان من اي حاجه مسكره او حلوه، ده حتى السكر اللي في الشاي والقهوه برضه بيمنعوه. ما تسلميش بكل حاجه سمعتيها، ومش لازم عشان تتحكمي في وزنك انك تمنعي الحلويات والسكر، لان ده هيخلي نفسك تتفتح عليهم بالليل فتاكليهم اكتر وبكميه اكبر. لو عايزه تتغلبي على الحرمان، كل السكريات اللي نفسك فيها لكن بكميه قليله. خليها دايما في فتره النهار ومش بعد الاكل على طول، عشان تدي لجسمك فرصه اكبر انه يحرقها. حاولي تخليها من المصادر الطبيعيه زي العسل والفاكهه، لانها مش بس هتديكي الطعم المسكر، لكن هتوفر لك نسبه الياف وفيتامينات ومعادن تفيد جسمك وصحتك. وسيبك من اللي بيقولك انك عشان تتحكمي في وزنك لازم تحرمي نفسك. شاركونا على الفيسبوك وعلى الانستجرام على هاشتاج اخترت صحتي، وقولوا لنا ايه المعلومات اللي سمعتوها عن التغذيه ومش متاكدين من صحتها، واحنا هنجاوبكم على كل اسئلتكم.